مش انا بقول لك انت عامل دبله هنا، دي ايه دي بقى؟ المعدن ده ايه؟ ده ستانلس او ايه تاني؟ ستانلس، وممكن فضه برضه، وممكن ذهب برضه، يعني اي معدن. اي معدن يشتغل عليه. الالومنيوم بيشتغل، والحديد بيشتغل، والصاج. والطبق ده انت عامله؟ ده شغلي. الله. الاول السلام عليكم. سلام، تبارك اخبار حضرتك ايه؟ طبعا بقول للناس كل ما اخش حته في الجماليه انا ما بطلعش من الجماليه، ما شاء الله من كتر الحرف والجميله اللي موجوده فيها. الاول عرفني بحضرتك. انا حضرتك مهندس هاني ابراهيم البياع، خريج فنون جميله دفعه 98. ما شاء قسم الله. جرافيك. ما شاء الله. كنت شغال في مجال الطباعه كده بتاع 20 سنه وبتاع، بس استهواني مجال الحرف اليدويه دي، فعملت شيفت كارير ودخلت بقى على حفر النحاس والستانلس والفضه هنتكلم بقى انت بتعمل ايه اصلا والتطوير. هنا في الورشه؟ ما شاء الله. احنا شغلنا معظمه مثلا في شغل ميداليات، شغل دبابيس، بدل، بنز، بنعمل اطباق ودروع، بنعمل هدايا، بنحل بعض مشاكل الديكور في البيت، واخد بالك. حل بعض مشاكل الديكور في البيت. يعني مثلا حد بيشطب شقته، هو جه ركب اللي هي بتاعت الغاز، اللي هي هوايه الغاز بيبقى شكلها وحش، فبنيجي نعمل لها احنا غطا بشكل ديكور كده معين. والله انا عندي المشكله دي. نركب رشا اتنين تبقى حاجات زي كده، اشكال مختلفه، يعني بتركب على هوايه الله. بتركب عليها، ده بتبقى شكلها حلو قوي. وريني الشكل الحفر اللي انت عامله عليها. الحفر ده ليزر؟ لا، ده حفر كيماوي. كيماوي. وفي حفر ليزر برضه. انت بقى قلت لي طورت الشغلانه، فعملت ايه بقى؟ استخدمنا التكنولوجيا والليزر انا شايف هنا ما شاء الله دي مكنه وكمبيوتر هنا. ده مكن ليزر بيحفر بقى شغل، بيطلع شغل بدقه عاليه يعني. دي بعض حاجات كده هي برضه لسه معموله. دي دبابيس بدل. الشغل ده كله بقى بيروح يتلي فضه او نيكل، وبيتلون زي ما احنا عايزين. ما شاء الله. بتكتب عليها اي حاجه؟ نكتب عليها اي حاجه. دي برضه بعض العينات هنا. انت اصلا والطبق ده انت عامله؟ ده شغلي. الله. ده الطبق ده انا شفت حد كان بيعمله يدوي. الحمد لله يعني احنا طورنا الموضوع، وفي منه برضه النحاس. بس ده لسه الفينش لسه ما خلصش، مرحله التصنيع لسه المفروض بيتصنفر. انتوا طورتوا جامد القصه دي. القصه دي كانت بتاخد وقت كتير جدا في الحفر اليدوي. ده برضو، دي بقى بعض افكار برضو، مثلا زوايا، مثلا كورنرات بتتحط في العفش وحاجات زي كده، بتحمي الزاويه وتدي شكل جمالي. جميله جدا. انت عندك ما شاء الله حاجات، افكار كتير جدا. الحمد لله. دي دبابيس البدل. انت كمان ممكن الشركات تتعامل معاك؟ انا بتعامل معاهم بشركات الحمد لله، وبتعامل مع افراد. ده برضه دبوس كرافات طبعا، المشبك اللي بيتحط في الكرافات مكتوب عليه ايه؟ ده كاتب عليه اي حاجه برضه؟ اي لوجو، اي شعار، اي حاجه كنت عايزه. ده كان حاجه خاصه واحده عشان نصوره كده. يعني اي دبوس بدل، اي دبوس جرافات، اسم، صوره، كل ده بنعمله الحمد لله على اي مساحه. يعني على اي مساحه، على اي مقاس احنا عايزينه. طب عشان نقرب الناس اكتر بقى هنشغل حاجه ونشوف الدنيا شغاله ازاي. ماشي، تمام، ماشي، اتفضل. انت اصلا اغلب شغلك مع مين؟ انا ليا صفحه عندي، بيج اونلاين شغال فيها، بسوق لنفسي. اسمها ايه الصفحه؟ صفحه اسمها بيت الفنون الجميله. تمام. بنعمل بقى شغل الديكورات والحاجات دي فيها. اللي بيجي لك هنا، ولا في مكتب بره ولا بيجي في الورشه؟ معظم الشغل اونلاين. معظم الشغل يعني انا معجزه ان انا جيت الورشه هنا. الحمد لله. الحمد لله. يعني مش معتمد على شغل السوق قوي زي ما انا معتمد على شغل الاونلاين. ما شاء الله. انت اول ما بيجي لك الديزاين بيبعت لك على النت، بيبعت لك الصوره اللي ساعات انا بصممه، وساعات بيكون حاجه معينه عند العميل عايز يعملها. انت ممكن تصمم كمان. يعني لو حد عايز لوجو وبتاع انت بتعمله؟ بالظبط، بيديني اللوجو وانا اتصرف بقى. الاسم قصدك؟ انت هتعمل ايه على حته النحاس دي؟ دي مثلا جزء من دبله عميل كان طالبها. جزء من دبله قصدي. قول لي بقى الشكل الاول نشوفه على الكمبيوتر. ده اللي هيطلع الشكل ده كده بيتعمل كده. ايوه. المكتوب ايه جوه؟ حكمت ايه؟ جئتكم سائلا. مكتوبه حكمه جوه. جئت يا ربي سائلا فاجبني. يا سلام. فاجبتني. جئتك يا رب. جئتك يا رب سائلا فاجبتني. يا سلام عليك. دي هتتكتب هنا. دي هتبقى دبله على النحاس ان شاء الله. دي هتبقى دبله اصلا. دبله في الاخر. كده انت بتديله الامر هنا انه يطلع الشكل ده على حته النحاس دي. هنجرب بقى ونشوف. حلو. ده نحاس.
او ايه تاني؟ وستانلس، وممكن فضه برضه، وممكن ذهب برضه، يعني اي معدن. اي معدن يشتغل عليه. الالومنيا بيشتغل، والحديد بيشتغل، والصاج. نقرب للناس يشوفوا اللي بيحصل، المكنه بتعمل ايه. انا اول مره اشوف القصه دي على فكره، يعني شفتها بس في فيديوهات كتير بس ما شفتهاش على الحقيقه. الحمد لله كل ده كان بيتعمل زمان شغل يدوي كده وحاجات. ده طبعا الوقت انت انجزت وقت كتير جدا. مش قدر الوقت على قدر الدقه. ده ايه ده؟ دي ميداليات. ميداليه بس انتيك شويه، يعني حاجه قديمه. انت عاملها الهلال والتاني ده الملكيه. حاجه قديمه شويه. كل ده حفر ليزر؟ لا ده حفر عادي، ده كان حفر. انت بتحفر يدوي هنا؟ الاثنين، عندي ده وعندي ده. ما شاء الله. طب مين اللي علمك موضوع الحفر اليدوي ده؟ والله يعني شويه اجتهادات، وقعدت اسال الناس وكده ودخلت في القصه، وقعدت برضه اشوف حاجات من على النت. دي مثلا حاجه خلصانه حفر ومطليه، دي كده متفنشه. يا سلام، ده فضه ولا ايه؟ لا ده نحاس مطلي فضه متأكسد. يعني دي نحاس؟ دي نحاس، اصلها نحاس، اصلها كده. يا سلام، ومطليه فضه؟ قلت لي بقى في الاخر قلت لي نيكل وفضه بتطلع بالشكل ده في الاخر. دي شكلها كأنها فضه بجد. يعني الحمد لله يعني. سبحان الملك. وده انت بتطلع حاجات جامده جدا. الله يخلي حضرتك. بصوا يا الله. لا يا باشمهندس، ده انت رائع بصراحه والله، ربنا يبارك في عمرك. الله يبارك فيك يا فندم. في برضه دي مكتوب اسم جوه كمان اهو. دي ستانلس. يعني اي حد عايز يحفر اي حاجه على معدن عامه هنا. الحمد لله، يشرفنا ونجيبها. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي. بص قربت تخلص اهي. لا تاخد شويه وقت. ده جميل برضه. ودي ايه؟ دي جزء من انسيال بتركب له جلد وكده. ده انت ما شاء الله بتعمل كل الحلي. الحمد لله. يعني الحلي كله والحاجات اللي في طبق. بص الحاجات دي كل معظم الحاجات دي شغلنا. واللعاب كمان اهي. الله اكبر. والله ده المكان ده كنز. ده في ناس كتير هتبقى حابه ان هي تتعامل مع حضرتك يعني. انا شرف لينا. طب قول لي بقى احنا عنواننا فين ورقم التليفون؟ احنا او صفحتنا، عشان انت هيبقى صعب اللي هيوصل هنا صعب. احنا صفحتنا على النت اسمها بيت الفنون الجميله. طب رقم التليفون اللي عايز تواصل بقى معاك؟ 0100 46 14 103. ان شاء الله. لان العنوان فعلا صعب، ان هيجي هنا صعب. اونلاين احلى تصنيع مش بيع. بتوصل لحد اي مكان. وشركات الشحن دلوقتي موجوده في كل مكان وبتوصل لكل ما شاء الله عليك. ربنا يا رب يوسع عليك. ده طبق ستانلس. ده جميل قوي ده. ممكن نحط فيه اي اهداء في النص. انت بتبيعه عندك هنا؟ يعني طب ده يعمل كام؟ ده مثلا ممكن يعمله مثلا 900 1000 حسب الشغل والحفر. الشغل اللي موجود فيه. مطلوب يعني. جميل. انا شايف ده انت صوره، انت ضافع في صوره هنا اهو. ده ستانلس ها؟ ده ستانلس، هو نفس الطبق ده بس مزودين عليه اهداء. اللي فيه منه اللي هو النحاس اللي احنا صورناه من شويه ده. اللي هناك ده ما شاء الله. انا عاجبني ان انت متنوع، يعني عندك انا في شايف دبله محفوره هنا. الدبله محفوره كلها. دي اسوره. اسوره مش دبله. بس يجي منها دبله، هوريك بعض حاجات برضه. مش انا بقول لك انت عامل دبله هنا. دي ايه دي بقى؟ المعدن ده ايه؟ ده ستانلس. الحمد لله احنا عندنا اكسسوارات ستانلس ما حدش بيعملها زينا. طب والستانلس ده ما يتوصش ولا يحصل له حاجه؟ ليه بقى؟ ضمان مدى الحياه. والله العظيم. حضرتك عندك في البيت معالق وشرب من ولا حاجه؟ لا. نفس المكان. نفس الماتيريال ده؟ ما حدش بيشتغل بيها في السوق هنا عشان هي خامه صعبه. ده مكتوب جواه ايه؟ بنعمل منها كل حاجه. دي فالله خير حافظا. يا سلام. دي الاسوره اللي زي ده شبه اللي انت حطيتها. فالله خير حافظا وارحم الراحمين. بصوا الاسوره بقى. ده شغل جامد قوي. والله شغل جامد قوي. ده ايه ده الحاجات؟ الله. حرف اله؟ دبل اساور بالحروف كمان. وممكن تضيف اسمك عليها يعني كان الموضوع عندنا كاستمايز، يعني اللي محتاج اي حاجه بالتعديل بنعملها. الحاجات دي بتتباع من هنا؟ بتتباع اونلاين يعني؟ طب دي بكام؟ طلبات. ديت مثلا ممكن تعمل لها 200 250 حسب الشغل اللي فيها برضه.
ستانلس. وضمان لنا مع مدى الحياه ان شاء الله. ده كليبس فلوس، كليبس. ونفر عليه الاسم والحاجات دي. امم كلها افكار من حاجات من افكارنا ومن تصنيعنا. حاجه ثمانيه برضه. بصوا الدبله اهي، عشان بس ده مقاس صغير، بس ده شكلها باشمهندس عامل لها تصميم رهيب بصراحه يعني. بعض الناس بقى بتعاني في البيت من بعض مشاكل التشطيبات، يعني حد مثلا مركب مفاتيح كهرباء شكل المفتاح فبيجي بيسيب فراغ حوالين صنايع أيوه. فراغ حوالين البتاع، فبيبقى شكلها وحش. فاحنا عملنا لها حل تاني، ده حاجه بتتحط ورا المفتاح، بنشيل المفتاح ونحطها تبقى اسمها خلفيه عشان تداري كل الحاجات اللي ورا المفتاح في نفس شكل ديكور. طبعا في شغل طبعا. انت حفر الليزر عامه يعني شغله غالي، لانه بياخد وقت. بياخد وقت، وغير كده بياخد كمان مجهود، ان انت التصميم اللي انت بتعمله ده قصه. الاسامي المكتب اهي. ينفع ده ستانلس ذهبي برضه، الحمد لله احنا الوحيدين اللي بنحفر الستانلس الذهبي ونلونه. الله. والتلوين اللي جوه ده بالوان يمينه يدوي برضه. ده 7 8 دقايق كمان. دي لازم تاخد متوسط ربع ساعه حفر مثلا والله عشان العمق ده، عشان تاخد عمق، عشان تحس بالبرد. بتاخد وقت برضه. ايوه. انا شرف ليا اني شفتك النهارده بجد والله العظيم. والصدفه ان انا بخش اماكن في الجماليه بلاقي تحف، والله بلاقي تحف، ناس تتقل بالذهب. والله يعني يا ريت الدوله تهتم بالجزء بتاع الجماليه. طبعا. الموضوع الحرف دي ابتدت تندثر. صح. حرف كتير بتنقرض اصلا، وما عادش في ناس عايزه تشتغلها للاسف. يعني اتمنى يا رب ان وللاسف برضه ان هم متحجمين ومش بيطوروا قوي في الوظيفه الصناعيه. صحيح. يعني والله عندنا اماكن لو اهتمينا بيها نطلع عمله صعبه كبيره جدا كتيره جدا للبلد ما شاء الله، لان الناس دي ايديهم تتلف في حرير، بيعملوا حاجات جميله جدا، ومنهم طبعا الباشمهندس. الله يخليك على ربنا يبارك فيك. انا اتشرفت بيك والله العظيم بجد، واتمنى الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير، ودعوا لاخوكم بالخير. سلام.